بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نشرح طريقة التقديم على منظمة إنجاز قطر. نروح على رابط جوجل كروم، نفتح المتصفح جوجل كروم، ندخل على الموقع الرسمي لمنظمة إنجاز قطر. راح أترك لكم الرابط في الوصف أسفل الفيديو. هذا هو الموقع الرسمي لمنظمة إنجاز قطر. هو هذا ممكن واحد يطلع على المعلومات. هو عبارة عن منظمة تطويرية، هي منظمة تتعاون مع مجموعة من الشركات لتطوير الطلاب. هنا هي أكبر منظمة عالمية تعني بتثقيف الطلاب وتعريفهم بمفهوم الجاهزية للعمل. إذا تطوير الطلاب وتعريفهم بمفهوم الجاهزية للعمل. ممكن أن يطلع أي شخص على هاي المعلومات الخاصة بالمنظمة. هنا ملخص: تتعاون مؤسسة إنجاز قطر مع مجتمع الأعمال، محل المؤسسات التعليمية والمتطوعين من قطاع الشركات لإلهام الشباب وإعداده للنجاح في الاقتصاد العالمي. وهي أكبر منظمة عالمية تعني بتثقيف الطلاب وتعريفهم بمفهوم الجاهزية للعمل. إذن هو مشروع تطوري تثقيفي للشباب. هاي الرؤية والرسالة والقيم. ننزل هنا أعضاء أو مؤسسي منظمة إنجاز قطر هذولا، حتى نفتح الاستمارة نروح على المتطوعون، نضغط على المتطوعون راح يفتح لنا أيقونة هنا استمارة طلب التطوع. نفتح الاستمارة باللغة العربية، استمارة بسيطة. ندخل الاسم الكامل، الجنس، تاريخ ومحل الولادة. أنا درست بياناتي فيما مضى. أدخل معلوماتي، العنوان، أي حقل هو عليه علامة ستار أو إجباري إنه لازم ينملي. العنوان، البلد والمحافظة والمدينة، رقم الهاتف ورقم موبايل ثاني إذا أكو. البريد الإلكتروني ضروري. الخلفية التعليمية، يعني الجامعة، اسم الجامعة أو الكلية والاختصاص، اسم الجامعة والكلية والاختصاص. تاريخ التخرج. اللغات التي يجيدها الشخص، مثل سنوات الخبرة. اسم الشركة، الأماكن التي عملت بها أو تعمل بها. من الأحدث، نبدأ من الأحدث. أدخل معلوماتي. النشاطات الاجتماعية، اسم النادي، النشاطات الاجتماعية، مدة العمل، نوع العمل. إذا عندك نشاطات أخرى اجتماعية أو إنسانية. هل يوجد لديك خبرة في تدريب الآخرين؟ إذا نعم يرجى ذكر اسم المجموعة، يعني سواء أعطيت تدريب، قمت بتدريب أو دورة. لماذا أنت مهتم بالتطوع مع إنجاز قطر؟ هذا إجباري، هذا حق إنه ينملي. تبادل الخبرات مع الآخرين. متى ترغب بالتطوع؟ نأشرها من سبتمبر إلى ديسمبر أو من مارس إلى مايو. ما هو البرنامج تفضل التطوع فيه إن وجد؟ يعني سواء كان إنساني أو حضاري أو تطويري، يعني شو البرنامج اللي أنت ترغب بالتطوع فيه. تضغط على سبميت.
بعد ما تضغط على سبميت، أنا بالنسبة لي أنا أرسلت معلوماتي فيما مضى. بعد ما تسوي سبميت ترسل الاستمارة، راح يجيك إشعار. بعد إرسال الاستمارة راح يجيك إشعار: شكرا لرغبتك في التطوع مع إنجاز قطر، لقد سلمنا استمارتك للتطوع، سيقوم ممثل من إنجاز قطر. تجيك هالبيانات. ونحب ننوه إن هذا الاستمارة ما تخص الطلاب، لأن هنا مبين إذا كنت طالبا بالمدرسة والجامعة وترغب في المشاركة في برنامج إنجاز أو أن يتم تقديم في مدرستك أو جامعتك، يرجى إرسال الطلب في حال وجود أي استفسار تواصل على هذا الرقم. شكرا لحسن استماعكم.